إذن هذه محطة كما تم التبليغ عنها من خلال بلاغ جمعية هيئة المحامين بالمغرب، وكذلك بلاغ مجلس هيئة المحامين بطنجة والدورية التنظيمية للسيد نقيب. هي محطة من المحطات في إطار المسلسل التصاعدي الاحتجاجي الذي سطرته جمعية هيئة المحامين وهيئة المحامين بطنجة كذلك، واللي عرفت الحضور ديال السادة النقباء والسادة أعضاء المجلس والمحاميات والزملاء والزميلات بهيئة المحامين بطنجة وخارجها. هو مسلسل أيضا يتوج الكثير من العمل الدؤوب والكثير من المساعي التي أجريت في باب الإشراك المحامين، وكذلك في إطار الترافع على الملف المطلبي الشامل الغير القابل للتجزئ الذي تحوزه جمعية هيئة المحامين بالمغرب، والتي فيه الكثير من المطالب فيها ما يهم مشاريع القوانين، مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون المسطرة الجنائية وكذلك قانون تنظيم مهنة المحاماة، وفيها أيضا ما يتعلق بالتضريب وما يتعلق بالتعاضد وما يتعلق بالكثير من القضايا التي تأخذ من اهتمام المحامين والمحاميات. طبيعة الحال هذه الوقفة هذه كانت في إطار 15 يوما، أسبوعين كاملين من مقاطعة جلسات الجنايات بغرفتيها ومقاطعة الصناديق القضائية كذلك. الخميس المقبل أيضا وقفة هنا في نفس المكان وفي نفس الزمان حول نفس المطالب التي كما قلت هي مطالب لا تقبل التجزئ وغير قابلة أيضا للمساومة. لا زلنا ننتظر مساعي الحوار ومساعي إسماع صوت المحامي والمحامية، وهي طبيعة الحال ليس رجاء لكنه نعتبره حقا لنا في إسماع صوتنا وفي كذلك يعني فهم محامي وجهة نظره التي مع الأسف الشديد تم استبعادها من غير مبرر كان ومن غير حتى يعني سبب يعني من الأسباب التي يمكن الارتكان إليها لاستبعاد المحامي من خلال هذه الدينامية التشريعية. وقفنا أيضا على إحساس المحامي بالمسؤولية تجاه المواطن من خلال بعض التشريعات التي تمس بالمساواة مواطن أمام القانون، وكذلك تمييزه على أساس وضعيته المالية ومقتضيات أخرى يعني غير دستورية مضمنة في بعض نصوص مشاريع القوانين. فهذه الوقفة هي وقفة أيضا للوقوف على الذات ولاستنفار هذه الإيرادات من داخل هيئة المحامين بطنجة لقصد هذا المحرار نقولوا حنايا ديال المحامون ومدى استعدادهم المستمر للقيام بهذه الوقفات وهذه يعني الدخول في هذه المحطة النضالية. كما لاحظتم نظمت هيئة المحامين بطنجة في انسجام تام مع قرارات متخذة على الصعيد الوطني من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب وقفة احتجاجية، وذلك لإيصال رسالة مفادها بأن المحاماة ما زالت قوية، وبأننا يعني لا نريد سوى أن يكون يعني هذا التشريع هو تشريع منسجم مع التوجهات الكبرى للبلاد، تشريع منسجم مع المسار الديمقراطي الذي شهده المغرب فيما مضى. نحن يعني نلاحظ بأن التشريعات التي نناضل من أجل إسقاطها هي تشريعات يعني تحمل في حمولتها يعني ردة كبيرة. أول من تمسه هو المواطن وحقوقه. من أجل ذلك نظمنا هذه الوقفة حتى نوصل أصواتنا يعني للمسؤولين على هذا البلاد من أجل أن يتخذوا موقفا حازما وأن يتراجعوا عن هذه التشريعات، ونتمنى أن نلقى أذانا صاغية يعني تصغي لمطالبنا التي تتمحور حول مصلحة الوطن ومصلحة كذلك المواطن. وشكرا لكم.